عزيزي الكاتب، ما ينفعش تكتب الشرير حلو لدرجة ان القارئ ما يستوعبش اصلا ان ده شرير. يعني لو ده سكيل الشر بتاعي، وهنا الطيب وهنا الشرير، وعندي هنا بقى كل ما تروح ناحية الابيض كل ما يبقى طيب اكتر، كل ما تروح ناحية الاسود كل ما يبقى شرير اكتر. فانت البطل والشرير حاططهم لي الاتنين في المنطقة الرمادية شوية وهيركبوا فوق بعض، لدرجة ان القارئ مش عارف اصلا يقول مين البطل مش شرير. بس انت روايتك فعليا فيها بطل وشرير. هتيجي تقولي على فكرة يا ندى، مش لازم، يعني ممكن الشرير احيانا يكون بس عنده وجهة نظر مختلفة. هقول لك لا عزيزي الكاتب، كده انت في مصيبة اكتر من المصيبة الاولانية، لان انت مش عارف تميز اصلا ما بين ازاي تكتب شرير وازاي تكتب انتاجونست. الانتاجونست بيكون شخص ضد البطل بس مش لازم يكون شرير، اما الشرير معناه ان هو عمل حاجة شريرة بالنسبة لقواعد العالم ده، في ان احنا نقول عليه الكلمة دي. وعشان يبانوا في حاجة بسميها الآها مومنت، يعني اللحظة اللي الشرير بيعمل فيها فعل تخليك تقول عليه أصلا شرير. قبل ما نكمل وأقولك إزاي أفرق ما بينهم وإزاي توسع المسافة ما بينهم بحيث إن الموضوع ما يختلطش أبدا على القارئ، أحب أفكرك على السريع إن الرواية هتكون في معرض الكتاب، سواء كانت أثير أو لهيب التنانين. ولهيب التنانين عليها خصم 50%، وأنا بنفسي هكون موجودة. متحمسة جدا نشوفكم جميعا. المهم، لو عايز تبين الفرق فزي ما أنا دايما بقول، خلي الشرير أكثر شرا، أو زي ما بليك سنايدر بيقول